السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وفيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونضغط لايك ونشترك في القناة اللي ما اشتركش ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ أخبارنا النهاردة بمحمد صلاح. محمد صلاح النجم المصري العالمي اللي فرحنا كتير واللي مشرفنا في كل حتة. خبر جديد ان محمد صلاح زعلان جدا من اللي حصل في ماتش تشيلسي، ومحمد صلاح ادى الضوء الاخضر لنادي الاتحاد السعودي علشان يتعامل مع ليفربول ويخلص في محمد صلاح. جديد لانج، الخبر جديد لانج. رامي عباس اللي هو الوكيل بتاع محمد صلاح كان طلع نفى الكلام ده، قال لا احنا لسه قاعدين مع ليفربول وملتزمين بالعقد. لكن الجديد ان بعد اللي حصل ان محمد صلاح بيدي الضوء الاخضر لنادي اتحاد جدة السعودي علشان يتعامل مع ليفربول. والكلام جاي ان محمد صلاح هيمضي سنتين ب 180 مليون دولار، وكلام تاني بيقول لا 240 مليون دولار. ونادي ليفربول هياخد 80 مليون دولار لانه مرتبط بعقد مع ليفربول. فالكلام اللي جاي كله بيقول كده، يعني محمد صلاح رايح اتحاد جدة يا ب 180 مليون دولار يا ب 240 مليون دولار، ربنا يبارك له. يعني محمد صلاح ربنا يبارك له فيهم. وده لو حصل نادي اتحاد جدة هيلعب في كأس العالم للأندية اللي هتنظمها السعودية في شهر ديسمبر القادم. ومين اللي هيلعب بقى من مصر في كأس العالم للأندية؟ نادي الأهلي المصري. يعني محمد صلاح على موعد انه يلاعب النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية. يعني هتبقى مواجهات غير متوقعة على الإطلاق. لو نادي الأهلي قابل اتحاد جدة في كأس العالم للأندية هتبقى غير متوقعة على الإطلاق. ده خبر محمد صلاح. الخبر الثاني، إدارة النادي الأهلي بتكلم القندوسي عشان تستعجله يجي من بلده عشان يحاولوا يخلصوا بسرعة إجراءات ضمه أو انتقاله على سبيل الإعارة إلى نادي سيراميكا كليوباترا. القندوسي مش عايز يمشي لا إعارة ولا بيع، القندوسي حابب الأهلي. القندوسي بيقول لك أنا وأنا هعرف أخش منتخب بلدي لو أنا في نادي زي الأهلي. يعني أنا لو رحت نادي تاني هدخل منتخب مصر، هدخل منتخب بلادي، مش هينفع. فهو متمسك بالاهلي لان الاهلي كبير قوي وبيرفع اي حد. لكن مع احترامي لاي نادي تاني سيراميكا او اي حد تاني، لو راح احتماليه ضمه لمنتخب بلاده هتبقى صعبه. فالقندوسي بيقول لك لا انا عايز اقعد في الاهلي. فالنادي الاهلي بيقول له يا تجيب عرض في السعوديه واهلا وسهلا اتفضل زي شريف، يا اما تجيب عرض في مصر وتفضل. لكن كولر مش عايز يسيبه. كولر مش عايز يسيبه بيع، عايز يسيبه اعاره. كولر مش عايز يسيبه بيع، كولر عايز يسيب القندوسي اعاره. فالقندوسي خلاص الاداره بتطالبه انه يرجع عشان علشان تتفضل يا اما اعاره يا اما بيع. النادي الاهلي هيعمل احتفاليه كبيره جدا يوم 23 الجاي. احتفاليه كبيره تكريما لكل الفرق اللي فازت ببطولات، حوالي 26 بطوله في الموسم اللي فات. اللهم لا حسد، 26 بطوله. فنادي الاهلي بيعمل احتفاليه كبيره. يقال ان كابتن سيد عبد الحفيظ مش هيحضر الاحتفاليه. يقال ان ده الكلام ده من داخل النادي الاهلي، ودوروا حضراتكم وهتلاقوا كلامي صح. كابتن سيد عبد الحفيظ زعلان ومقموص على الطريقه اللي مشي بيها من النادي الاهلي. فكابتن سيد عبد الحفيظ بيقال انه مش هيحضر الاحتفال الاسطوري اللي هيعمله النادي الاهلي تكريما للفرق الرياضيه اللي فازت بالبطولات في السنه اللي فاتت. ويقال الجديده والمفاجاه ان كابتن محمود الخطيب في ناس بتقنعه انه يروح لكابتن سيد عبد الحفيظ البيت علشان يطيب خاطره يرضيه كده، ومش عيب. والكلام ده موجود في اعلاميين كتير اتكلموا على الكلام ده، انا مش بألف. الكابتن الخطيب احتمال كبير ياخد بعض رموز النادي الاهلي ويروح للكابتن سيد عبد الحفيظ بيته عشان يرضوه ويخلوه يجي الاحتفاليه اللي جايه. الموضوع اللي معانا بعد كده برضو من النادي الاهلي، الاعلان عن مهاجم الاهلي الجديد يوم السبت الجاي. كلام نهائي، الاعلان عن مهاجم الاهلي الجديد، الصفقه الاجنبيه يوم السبت الجاي. يطلع بقى سوزة، يطلع زي ما يطلع، المهم اكيد صفقه تقيله ومدويه. اكيد صفقه تقيله هتعوض رحيل محمد شريف. لان زي ما قلنا الاهلي عنده كهربا، عنده صلاح محسن، فالاهلي محتاج حاجه تقيله، محتاج حاجه جامده. فاكيد الاهلي اكيد هيطلع، مش هيزعل الجمهور. انت لما تجيب صفقه ضعيفه ومشيت شريف فهتبقى الاداره مسؤوله، والاداره هتعرض نفسها للقيل والقال وهتعرض نفسها لهجوم الجماهير. لكن اللي احنا متاكدين منه ان هتيجي صفقه جامده. الموضوع اللي بعد كده، الكابتن حسام ميدو بيقول لك ان محمد مجدي قفشه مضى على بياض. ازاي الكلام ده يحصل وفي حد بيمضي على بياض؟ احنا برضو الكلام ده سمعناه ان مجدي قفشه مضى على بياض.
لان مجدي قفشه الجماهير منقسمه عليه كمان، يعني ناس عايزاه وناس مش عاوزاه. كولر بيلعب خطته ما بيعتمدش على رقم 10 كتير، فمحمد مجدي قفشه مركزه يعني هيبقى، يعني كولر هيلجأ له في بعض الماتشات لكن مش في كل الماتشات. فمحمد مجدي قفشه مضى على بياض، فعلا مضى على بياض. وبعدين محمد مجدي قفشه ما بيدورش على الفلوس اصلا، هو جاي من بيراميدز، يعني جاي من بيراميدز بتاع الفلوس ورايح للاهلي يشتري تاريخ الاهلي ويشتري تاريخ لنفسه. فمحمد مجدي قفشه فعلا تصدق انه مضى على بياض، لان اصلا الاهلي بيكرم ابنائه، والاهلي لما يقول له همضي على بياض، لما يقول الاهلي همضي على بياض، الاهلي هيقدر الحته دي وفعلا هيديله المبلغ اللي يرضيه واللي يقيمه بيه. محمد مجدي قفشه ما ننسالوش القاضيه، يعني جماهير الاهلي ما بتنساش محمد قفشه القاضيه. دي كانت اخبارنا الحصريه النهارده، ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.